السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي. خلاص ما عادش وقت على امتحانات أكتوبر، فاضل أقل من أسبوع. النهاردة أنا جبت لكم أهم الأسئلة على هيئة اختبارات على كل درس، وفي الآخر هناخد على الوحدة كاملة. يلا بينا نبدأ مع بعض. معاكم ميس سارة رؤوف مدرسة دراسات اجتماعية. هنبدأ مع بعض بأول اختبار، وهو على الدرس الأول في الوحدة الأولى اللي كان بيتكلم عن قارة أفريقيا من حيث الموقع والكشوف الجغرافية. هنبدأ بأول سؤال. النقطة ألف: أمام خريطة صماء لقارة أفريقيا. واحد: أكبر دولة أو أكبر دول القارة من حيث المساحة. من غير ما أبص على الخريطة، أكبر دول أفريقيا مساحة هي الجزائر. رقم اتنين: ده مضيق ايه بيربط افريقيا بآسيا، ده مضيق باب المندب. رقم 3: دائرة عرض رئيسية. 3 دي في نص القارة، يبقى ده دائرة الاستواء. 4: المحيط جهة الغرب، يبقى المحيط الهندي. بعد كده النقطة ب: بما تفسر. أول سؤال: بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية في قارة أفريقيا. هي ليه المحاصيل الزراعية في قارة أفريقيا متنوعة؟ هقوله بسبب تنوع المناخ. نتيجة لإيه بقى؟ نتيجة للموقع الفلكي المتميز لقارة أفريقيا. يبقى تاني: بسبب تنوع المناخ نتيجة للموقع الفلكي المتميز لقارة أفريقيا. بعد كده بما تفسر تحكم قارة أفريقيا في طرق التجارة العالمية. ليه قارة أفريقيا متحكمة في طرق التجارة العالمية؟ طبعا بسبب موقعها الجغرافي المتميز. هي تقع طبعا منتصف قارات العالم القضيء، وبتطل على ممرات ومسطحات مائية مهمة، فده خلاها متحكمة في طرق التجارة العالمية. رقم 3: تقسيم أفريقيا لعدد كبير من الدول مختلفة المساحة. ليه؟ بسبب تصارع الدول الاستعمارية عليها. كانت الدول الاستعمارية سواء بقى أوروبا أو كده، إنجلترا فرنسا وكده، كانوا بيتصارعوا عليها، كل دولة عايزة تسيطر على جزء، فده هو اللي أدى إلى تقسيمها. يبقى بسبب تصارع الدول الاستعمارية عليها لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. بعد كده السؤال الثاني بيقول: أول نقطة: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. النقطة الأولى بتقول: بدأ البرتغاليون محاولتهم لاكتشاف إفريقيا في القرن ال15 ميلادي خلال عهد مين؟ هنري الملاح، الملك هنري الملاح. النقطة الثانية: تقترب قارة إفريقيا من قارة أوروبا عند مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق. 3: قامت حضارة ايه في تونس؟ الحضارة اللي قامت في تونس كان اسمها حضارة قرطاج. حضارة قرطاج. رقم 4: كانت الرحالة كان الرحالة من أوائل المصريين القدماء اللي اكتشفوا جزء من قارة أفريقيا. ده كان رحالة مصري قديم اسمه حرخوف. بعد كده: ما النتائج المترتبة على انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019؟ ده أدى إلى إيه بقى؟ أدى إلى وجود فرصة قوية لمصر إن هي تثبت نفسها كصاحبة ريادة في قارة إفريقيا، وتدعم علاقتها بكل دول إفريقيا. يبقى تاني: إيه النتائج اللي ترتبط على انتخاب مصر لرئاسة اتحاد إفريقيا عام 2019؟ هقوله أدى ذلك إلى وجود فرصة قوية لتعميق الدور المصري الريادي في قارة إفريقيا، وتدعيم علاقتها مع دول وشعوب طبعا قارة إفريقيا. النقطة اللي بعد كده في النتائج المترتبة بيقول: ما النتائج المترتبة على استئناف الخديوي إسماعيل اكتشاف منابع نهر النيل؟ وصل إلى إيه بقى؟ وصل حكمه إلى جنوب دائرة الاستواء. وصل حكمه إلى جنوب دائرة الاستواء. بعد كده بيقول: ما الفرق بين الدول الساحلية والدول الحبيسة، مع ذكر مثال لكل منهما في قارة أفريقيا؟ دول ساحلية يعني دول بتطل على بحار أو محيطات، يعني تطل على مسطحات مائية، زي مثلا مصر وزي ليبيا وزي الصومال.
بينما دول حبيسة يعني دول لا تطل على مسطحات مائية، تقع في نصف القارة، ما بتطلش على مسطحات مائية، عشان كده سميناها حبيسة. زي ايه؟ زي مالي او تشاد. بعد كده بيقول قارن بين النصف الشمالي لقارة افريقيا والنصف الجنوبي لقارة افريقيا من حيث الاتساع ودائرة العرض الرئيسية. سهلة دي جدا. النصف الشمالي أوسع في المساحة، بينما النصف الجنوبي أضيق في المساحة. يبقى النصف الشمالي أوسع من النصف الجنوبي من حيث المساحة. طيب ايه الدوائر الرئيسية؟ في الشمال طبعا مدار السرطان، وفي الجنوب مدار الجدي. بعد كده الاختبار التاني، وده على الدرس التاني في الوحدة، اللي هو مظاهر سطح قارة افريقيا. اول حاجة، اول سؤال، اول نقطة في الخريطة، رقم 1 في الخريطة، مضيق، ده مضيق موزمبيق، دايما بيكون في الجنوب تحت. رقم 2 دي هضبة الحبشة. 3 نهر الكونغو. 4 أحد الجبال الالتوائية، دي جبال الكاب. بعد كده بيقول رقم ب، بما تفسر تمتاز هضبة الحبشة بخصوبة تربتها. ليه؟ الإجابة سهلة جدا، بسبب الطفوح البركانية، بسبب الطفوح البركانية. بعد كده بيقول بما تفسر الأهمية الاقتصادية للمناطق الجبلية. قلنا المناطق الجبلية دي ليها أهمية اقتصادية. ممكن نقسمها قسمين، قسم سياحي فيه جبال سياحية بتجذب السياح، والقسم التاني تعدين بطلع منها معادن، والمعادن دي بتدخل في الصناعة. يبقى هقول تساهم المناطق الجبلية في إفريقيا في دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والتعدين والصناعة. رقم ج بيقول وضح دور الاقتصاد الأزرق في حل بعض مشكلات إفريقيا. قلنا إن لما أحاول أستثمر الموارد المائية دي، هحاول أقضي على الفقر وأحقق الاكتفاء الذاتي. السؤال الثاني بيقول أول نقطة، اختر الإجابة الصحيحة. يحد هضبة شمال إفريقيا من الغرب المحيط الأطلنطي. أعلى جبال البحر الأحمر جبال شايب البنات. تتشابه كل من سهول البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي فيه ارتفاع حرارتها ولا خصوبة تربتها ولا تطرفها المناخي ولا أمطارها الغزيرة؟ طبعا خصوبة تربتها. تقع جبال طبقال بدولة المغرب. بعد كده ما النتائج المترتبة على سقوط الأمطار طوال العام على هضبة البحيرات الاستوائية؟ الإجابة هنا هتكون ممكن يعني الأمطار بتسقط عليها طول العام، فده يبقى كمية المياه كبير، فممكن أعتبرها منبع دائم لنهر النيل، بس بسبب إن بيحصل عندها تبخر ده مش بيحصل. تمام. بعد كده تأثر سطح قارة أفريقيا بالحركات الانكسارية. ايه النتيجة اللي اترتبت على كده؟ نتيجة ان بدأ يظهر حركات جيولوجية كبيرة، أهمها تكون الأخدود الإفريقي. تكون الأخدود الإفريقي. ايه النتائج اللي اترتبت على ان يعتبر جبل كلمنجارو أعلى قمة جبلية في إفريقيا؟ ده طبعا جذب السياح. السياح بتحب تيجي عشان تشوفه بما انه أعلى قمة جبلية. بعد كده الاختبار الثالث هيكون على الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وهو آخر درس في الوحدة، اللي هو كان بيتكلم عن نهر النيل والحضارات القديمة في إفريقيا. كالعادة أول سؤال اتعودنا أول نقطة فيه بتكون خريطة. رقم 1 بحر، ده بحر العرب. 2 بحيرة، دي بحيرة فيكتوريا. رقم 3 النيل، ده النيل الأزرق. و4 ده نهر عطبرة. عطبرة. طيب بما تفسر استدامة جريان نهر النيل ووصوله إلى مصر؟ ليه؟ العلماء توصلوا لأن الإجابة لأنه ثنائي المنبع. توصلوا إنه إيه؟ ثنائي المنبع. يبقى أقول لأن نهر النيل ثنائي المنبع. بعد كده بما تفسر اهتمام مصر بالاقتصاد الأخضر. ليه؟ هقول ان الاقتصاد الاخضر ده اقتصاد مستدام بيحافظ على البيئة وبيحقق العدالة الاجتماعية وبيحد من الفقر والبطالة.
طيب بعد كده بيقول قارن بين المنابع الدائمة والمنابع الموسمية لنهر النيل من حيث أهم الروافد. عايز أهم الروافد بس. في المنابع الدائمة كانت أهم الروافد بحيرة فيكتوريا ونهر كاجيرا، بينما في المنابع الموسمية كان نهر الصوباط والنيل الأزرق ونهر عطبرة. بعد كده السؤال الثاني، أول نقطة اختر الإجابة الصحيحة. بأول واحدة، قامت في بلاد تونس حاليا حضارة قديمة عرفت باسم تونس، على طول تبقى ايه؟ قرطاج. طيب 2، أي من التالي يعتبر منبعا موسميا لنهر النيل؟ نهر كاجيرا ولا عطبرة ولا زيميزي ولا النيجر؟ طبعا عطبرة. دلل، يعني هات الدليل على صحة العبارات الآتية. أول حاجة، دلل على أن كان للحضارة المصرية القديمة أثرها الكبير في حضارة كوش. ايه الدليل ان حضارة كوش اتأثرت بالحضارة المصرية؟ هقول تأثر الكوشيين بالحضارة المصرية في نحت التماثيل وبناء المعابد. بدأوا يعملوا تماثيل ويبنوا معابد زي ما كان حاصل في مصر، ويبنوا كمان أهرامات، وأهمهم أهرامات ايه؟ مروي. مش بس كده، لأ، كمان عبدوا المعبودات المصرية القديمة زي الإله أمون والإله راع والإله إيزيس والإله أوزوريس. تمام. بعد كده هناخد اختبار بقى عام على الوحدة الأولى. طيب لو خدنا بالنا في سؤالين سمناهم في الاختبار اللي فات، السؤالين دول أنا عايزة بقى الكل يحلهم، يحاول يحلهم، واللي يقدر يبعتهم لي يبعتهم لي. طيب هنحل بقى الاختبار العام على الوحدة. أول حاجة زي ما تعودنا، السؤال الأول بيكون أو رقم ألف في الخريطة. رقم 1 في الخريطة جبال، دي جبال دراكنزبرج. رقم 2 بحيرة، طبعا دي بحيرة فيكتوريا. رقم 3 ده نهر النيجر. ورقم 4 ده مضيق طبعا اللي بيربط افريقيا باوروبا، مضيق جبل طارق. بعد كده اسئلة بما تفسر. رقم 1 بيقول بما تفسر تتميز سهول وادي النيل بخصوبة تربتها. ليه بتتميز بخصوبة تربتها؟ لانها تكونت اصلا من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبة الحبشة البركانية. يبقى تاني، بما تفسر تتميز سهول وادي النيل بخصوبة تربتها، هقوله لأنها تكونت من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبة الحبشة البركانية. 2 في بما تفسر عقد مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقية 2015. ليه عقدوها؟ عشان يتفقوا على التعاون والتنمية وعدم التسبب في ضرر والاستخدام المنصف والمناسب لمياه نهر النيل. رقم 3 تأسيس البرتغاليين الموانئ والمراكز التجارية على طريق رأس الرجاء الصالح. ليه عملوا كده؟ طبعا بهدف التجارة، عشان يكونوا مسيطرين على التجارة ويسيطروا على الطرق الملاحية للتجارة. السؤال الثاني، رقم ألف اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب. أول نقطة، تعد هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل، طبعا صواب. يقع جبل شايب البنات في قارة افريقيا ناحية الغرب، خطأ، ناحية الشرق. ما النتائج المترتبة على انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي عام 2019؟ ده طبعا جاوبناه قبل كده، ده بيعزز دور مصر الريادي في قارة افريقيا وبيدعم علاقتها بدول وشعوب افريقيا. رقم 2 في النتائج المترتبة، تمتع جبال القارة الإفريقية بالمناظر الطبيعية الخلابة. ايه النتائج اللي ترتبط على كده؟ ترتب على كده جذب السياح، وده بيعمل لها أهمية اقتصادية. رقم 3 ارتفاع معدلات التبخر في المنابع الدائمة لنهر النيل. ايه النتائج اللي ترتبط على كده؟ ترتب على كده ان كميات قليلة جدا من مياهها بتصل إلى مصر. السؤال الثالث، اكتب ما تشير إليه العبارات. حضارة إفريقية
أثرت في تاريخ القارة ولكنها لم ترتبط بنهر النيل. دي حضارة ايه؟ حضارة قرطاج اللي في تونس. جبال تكونت نتيجة الايه؟ الثورات البركانية، دي هتبقى جبال بركانية. طريق اكتشف البرتغاليين للدوران حول افريقيا طريق رأس الرجاء الصالح. قارن بين المنابع الدائمة والمنابع الموسمية من حيث الموقع وموسم سقوط المطر وأهم الروافد. أول حاجة الموقع. في المنابع الدائمة الموقع هضبة البحيرات الاستوائية، بينما المنابع الموسمية هضبة الحبشة. موسم سقوط المطر في الدائمة طوال العام، في الموسمية فصل الصيف فقط. أهم الروافد في الدائمة بحيرة فيكتوريا ونهر جيرة أو قجيرة. في الموسمية نهر السوباط والنيل الأزرق ونهر عطبرة. المقارنة بتاعت المنابع دي مهمة جدا وبتتكرر كتير، نركز عليها. مع بعض تاني اختبار عام على الوحدة الأولى، نركز مع بعض. أول سؤال، أول رقم ألف الخريطة طبعا. أول حاجة ده سد، رقم واحد سد أوين، سد اسمه أوين. رقم اتنين النيل الأزرق. رقم تلاتة يشير إلى المنابع دي المنابع الموسمية، وعايزاكوا انتوا اللي تقولولي ليه قلنا هنا منابع موسمية. رقم أربعة دولة قامت على أرضها حضارة أكسوم، طبعا دي دولة أرتريا أو إثيوبيا. بعد كده بما تفسر تكون الأخدود الإفريقي العظيم، طبعا بسبب حركات الانكسار في الانكسارات الأرضية في إفريقيا. رقم اتنين ضيق السهول الساحلية للبحر الأحمر في إرتريا والسودان بسبب اقتراب جبال البحر الأحمر من السواحل، بسبب اقتراب جبال البحر الأحمر من السواحل. تأسيس رقم تلاتة تأسيس الفينيقيين مدينة قرطاج. بما تفسر تأسيس الفينيقيين مدينة قرطاج. ليه؟ علشان يأمنوا رحلاتهم التجارية من فينيقيا إلى أسبانيا، لتأمين رحلاتهم التجارية من فينيقيا إلى أسبانيا. السؤال الثاني اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب. انغلقت الحضارة المصرية القديمة على نفسها. خطأ، لم تنغلق الحضارة المصرية القديمة، بل بالعكس توسعت وانتشرت في إلى الدول أو الأماكن المجاورة لها. ساهم العرب بصورة غير مباشرة في اكتشافات الأوروبيين بإفريقيا. صح، لأن أول رحالة اكتشفوا أو خرجوا الاكتشافات في إفريقيا كانوا رحالة مصريين قدماء وعرب. ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة إفريقيا؟ ترتب على كده تنوع المناخ، وتنوع المناخ أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية. ايه النتائج المترتبة على حدوث طفوح بركانية بهضبة الحبشة؟ ده جعل تربتها خصبة جدا، وده أدى إلى قيام الزراعة ونشأة الحضارات القديمة في إثيوبيا. بما تفسر إنشاء مصر خزان جبل الأولياء في السودان. ليه مصر عملت الخزان ده في السودان؟ أول حاجة علشان تزود مخزون مياه لمصر. تاني حاجة علشان تدعم السودان اقتصاديا، لدعم السودان اقتصاديا وزيادة مخزون المياه لمصر. السؤال الثالث اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. رقم واحد تجمع إقليمي لدول حوض نهر النيل تم إنشاؤه باقتراح من مصر 1983، ده اسمه الإندوجو. رقم اتنين أعلى قمة جبلية في إفريقيا، طبعا جبال كلمنجارو. جبال ايه؟ كلمنجارو. رقم 3 مجموع الإنتاج الثقافي والإنتاج المادي الذي يميز مجتمعنا عن غيره. دي كلمة الحضارة، تعريف الحضارة. بعد كده بيقول قارن بين الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر من حيث التعريف. الأول الاقتصاد الأزرق قلنا هو استثمار الموارد المائية بشكل مستدام، استثمار الموارد المائية بشكل مستدام، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مع المحافظة طبعا على النظام البيئي. تاني الاقتصاد الأزرق استثمار الموارد المائية بشكل مستدام والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مع المحافظة على النظام البيئي. طيب ايه هو بقى الاقتصاد الأخضر؟ الاقتصاد ده
الاقتصاد الصديق للبيئة اللي بيستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة. كده خلصنا اختباراتنا على الدروس بتاعة الوحدة درس واختبارات على الوحدة بشكل عام. الفيديو الجاي هنحل تقييمات كتاب المدرسة على الوحدة الأولى.